ده بودكاست مترسين، هندردش فيه عن كل المشاكل اللي بتواجهنا، حوارات بنقع فيها أو حتى أسئلة تافهة بتيجي في دماغنا. بس طبعا كل ده في نطاق الهزار. بقولك ايه، مترسيني، يلا نبدأ. أهلا بيكم في الحلقة الثالثة من بودكاست مترسيني. طبعا وحشتوني جدا جدا جدا، وناس كتير جدا سألوني على الحلقات الجديدة فين. أنا عارفة إن أنا طولت الغياب عليكم، بس أنا فعلا كنت بمر بظروف صحية مش أحسن حاجة، وكنت تعبانة جدا. كنتش حتى بقدر إن أنا أسجل أو أكتب أو حتى إن أنا أنزل أي حاجة. فالحمد لله دلوقتي على الأقل قادرة شوية. لسه الموضوع مخلصش معايا، بس على الأقل الحمد لله هقدر إن شاء الله إن أنا أقدم حاجة. و بستأذنكم طبعا ان انتوا تدعولي ان انا ان شاء الله يعني الموضوع يخلص معايا على خير، وان شاء الله على قد ما اقدر مش هحاول ان انا اوقف تاني. وحابة اشكر كل الناس اللي سألت وكل الناس اللي حاولت تساعد. انا يعني جالي حاجات ما كنتش متخيلاها. يعني انا لقيت ناس عاملالي ديزاين للكفر وديزاين للبروفايل، وبيقولوا لي يا رب يعجبكم، احنا بجد اول حلقتين عجبونا. ففكرة ان حلقتين يأثروا مع الناس كده، بجد الحمد لله وبجد شكرا ليكم. ده غير طبعا الناس اللي كانت بتدينا افكار، يعني كأن البودكاست بتاعهم. فان شاء الله اوعدكم الموسم ده مش هيبقى فيه اي انقطاع يعني باذن الله. تاني حاجه كنت حابه اتكلم عنها النهارده، من قريب مات حد تقيل قوي في الوسط الفني، وتقيل كفنان وكملحن وكشخصيه وكطيبه وكفكر. الملحن محمد رحيم. بجد نفسي كل الناس تدعيله. يعني انا عارفاه من وانا صغيرة وبحبه جدا. الفكرة برضو انه تقريبا هو عامل معظم الحاجات اللي احنا بنحبها، وبرضو يعني بحس ان هو كانش واخد حقه. فاتمنى ان كل اللي يسمعوا الفيديو ده يدعوله بالرحمة. و يعني نحاول برضو اكيد ما نسمعش الاغاني بتاعته، بحيث ان احنا يعني ما نعذبوش في قبره. وربنا طبعا يرحم جميع امواتنا المسلمين. عنوان حلقتنا بقى النهاردة هو قنبلة الجيل. أكيد طبعا مش قصدي على الأغنية، بس أنا هنا بقى بتكلم عن الشخص اللي دايما شايف نفسه هو محور الكون، سواء بنت أو ولد. بمعنى لما تكون قاعد في تجمع مع أصحابك أو عيلتك، في الشغل، في دايما كده شخص ما بيسيبش المايك، اللي هو أي موضوع بيتفتح هو كده كده حصل معاه وهو كان جامد فيه، وهيديك طبعا نصيحة في الآخر. طب اللي هو احنا عايزين نتكلم، لا مفيش. هو مش هيدي فرصة لأي حد ان هو يطلع على المسرح معاه، وغالبا هيكون عنده جزء غرور او نرجسية كبير جدا. وعلى فكرة الشخص ده انت في اول كام قعدة انت هتكون منبهر بكاريزمته وبذكائه، بس مرة في مرة هتحس ان الانبهار ده بيقل. هو طبعا مش بيتقبل النقد، ودي حاجة بالنسبة له تقيلة. دايما تلاقيه داخل كده وهو اللي قدام وراه الطقم بتاعه، ولو الشلة دي زهقت منه هو على طول بيبدلهم بناس تانية، حتى لو كانوا مش شبهه أو حتى مش شبه صحابه اللي قبلهم. هو أهم حاجة عنده إن هو يمارس الإمبراطورية بتاعته. طب هو أصلا إيه اللي وصله لكده؟ طبعا بشوف إن يبقى أكيد في جزء كبير جينات، طبعا ده عشان أعرف إن احنا نتحكم فيه، بس في جزء أكبر من التربية. يعني ده أكيد مامته كانت مدلعاه قوي، دلعته زيادة عن اللزوم. في برضو أهالي آه، يعني علشان يريحوا دماغهم في موضوع التربية ما بين الإخوات، بيروحوا يقولوا لكل ابن فيهم كبر دماغك، انت احسن واحد، التانيين دول ما بيفهموش، انت بس اللي بتفهم، خليك انت الكبير العاقل. انت لما تزرع ده ما بين الإخوات، انت حرفيا هتحصد او هتحصد، مش عارفة اقولها، على كره وغرور. انا على المستوى الشخصي يعني اعرف عيله، هو بجد كان دي طريقه تربيتهم، هم خلاص بقوا رجاله كبار، بس الفكره ان الخمسه طلعوا بيكرهوا بعض، والخمسه مغرورين غرور بشع، عشان بس الاهالي ما بذلوش جهد او تعب في التربيه، او انهم حتى يحاولوا في كل موقف يفهموه على اساس يدوا الحل. لا، احنا هيبقى دايما كلامنا ثابت انه كبر دماغك، انت الاحسن، انت الجامد، الناس كلها ما بتفهمش حاجه الا انت.
فبالتالي هو كبر على كده وشاف نفسه من هو صغير كده، فهو خلاص هو شايف ان هو الانسان الذي لا يقهر. والناس دي نسبتها كبيرة قوي 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 في مجتمعنا، بجد النسبة مش قليلة، والتعامل معاهم صعب. فيعني برضو من الأسباب إن أنا حبيت إن أنا أتكلم النهاردة في الحلقة عن الموضوع ده، إن نفسي لو إحنا بإيدينا إن الأجيال الجاية ما تبقاش كده، إن إحنا نساعد في الموضوع ده، سواء في تربية عيالنا، سواء مع أخواتنا الصغيرين، حتى لو إحنا نفسنا شاكين إن إحنا فينا الصفات دي، لأ يعني اللي هو لأ بجد نحاول نتغير. طب هو أصلا يعني إيه الحل معاه؟ يعني أنا شايفة دايما إن هو لما يعلي عليك أنت كمان علي عليه، يعني لما يبالغ في موضوع بينله إن أنت عملت كده، طب ما عادي يعني، فاهم؟ انتقده، وقفه عند حده، لان الشخص ده ما بينفعش معاه التلميحات، اللي هو مش هينفع معاه مثلا ان انت تبين ان انت زعلان فهو هيفهم، لا هو بجد ما بيفهمش التلميحات، هو لازم معاه الكلام الصريح المباشر. فيا اما هياخد باله معاك في المعاملة وهيبدأ ان هو شوية يوقف نفسه عند حده عشان مش عايز يخسرك، يا اما هتزهقوا من بعض. بس المشكلة انه في اوقات الشخص ده بيبقى يعني انت مش هينفع تسيبه، مش مثلا صاحبك او مجرد زميل في الشغل، لا مثلا ده حد من عيلتك، حد من اخواتك، فانت كده كده هتتعامل معاه طول حياتك. فاعتقد ان احسن حاجة ساعتها انك بعد ما تكون طبعا يعني وضحت له وجهة نظرك او الحاجات اللي بتضايقك اكتر من مرة، ان انت تتجاهله او تكبر دماغك، بحيث انك خلاص بقى اشتري انت راحة بالك وكبر دماغك، ما تتعبش نفسك معاه كتير. الفكرة بقى لو انت حاسس نفسك فيك الصفات دي، فأرجوك أرجوك حاول تغير من نفسك، بجد يا جماعة التغيير من النفس ده حاجة مش وحشة، وحاجة يعني مش حرام. أنا بجد قابلت ناس في حياتي إنه لما بقول لهم طب ما تتغيري أو اتغير، يقولك لا أنا ما اتغيرش، أنا كده وهفضل كده. طب ليه يعني؟ انا شايفة ان احنا بني ادمين، احنا اصلا مخلوقين علشان نجرب ونغلط ونتغير، والدنيا دي عبارة عن امتحان اصلا، فاكيد كل مادة احاول ان انا اصلح من نفسي. ففكرة ان انت تبقى نرجسي لدرجة ان انت تكابر عن التغيير او تكابر انه خلاص انا مش هحاول حتى ان انا اغير، هو الناس تتقبلني كده، فبجد دي حاجة مش لطيفة، انت بجد بتتعب نفسك وبتتعب اللي حواليك، و هتبقى نهايتك فعلا مش حلوة، يعني هي هتبقى النهاية انه انت هتبقى لوحدك، لانه خلاص محدش هيقدر ان هو آم، يتقبل الحياة مع شخص زي ده، لانه خلاص محدش هيقدر ان هو يبقى عنده الطاقة على مدار حياتك كلها ان هو يقعد بس يقولك اتغير فانت تقول لأ، فيقولك اتغير. كل واحد طبعا بيبقى ليه طاقة يعني في النهاية. فممكن تبدأ ان انت تسمع اكتر ما تتكلم، دايما ما تقللش من الناس اللي حواليك. حسيت ان انت مش عارف تسيطر على الموضوع قوي، او حسيت ان انت مثلا وارث الموضوع ده او ده جينات مثلا في عيلتكو، مفيش حاجة ان احنا نروح نتعالج، يعني بجد ما فيهاش اي مشكلة. عايز الموضوع يبقى في السر، عايز تبقى فخور ان انت عملت ده وتحكي للناس، دي برضو حاجة ترجع لك، بس اهم حاجة انك تتغير، وطبعا عشان نفسك اولا يعني. انا مش عارفة ليه الحلقة دي قلبت جد قوي، يعني انا واخدة الموضوع على اعصابي قوي، بس هو فعلا الموضوع مستفز ان انت دايما بتقابل الشخص ده كمدير، كأبهات، كأمهات، ك يعني دايما بتلاقيه حواليك. الفكرة انك مش هتقدر تجاريه طول حياته، انك تمدحه وتطبله او تنفخ فيه وتغنيله ان هو مركز الكون. والنرجسي ده عامة الغيرة عنده بتكون زي النار، هي بتزيد ما بتقلش، اي حاجة في ايد غيره هو بيتمناها وبكل حقد، وطبعا العاطفة عنده زيرو، فانت عمرك ما تستنى منه ان هو يتعاطف معاك وانت تعبان او حد قدامه بيموت او بيتأثر عامة بالمشاعر، لا هو ما بيحسش ده زينا. فانا شايفة ان كل واحد فينا يستاهل ان هو يعيش في هدوء وفي سلام نفسي، عن طريق ان هو يفلتر اللي حواليه، يعني يعني كل واحد حوالينا نتعامل معاه
بالطريقة اللي تنفع إن هو يتعامل معاه بيها. وزي ما قُلنا لو عرفنا إن إحنا نصلّح أوكي، نحاول مرّة و2، ما عرفناش نتجاهل. لو إحنا اللي فينا العيوب دي كلّها، يبقى إحنا كمان نسعى إن إحنا نحلّها، عشان زي ما قُلت من شوية، إن إحنا كلّنا نستاهل إن إحنا نعيش في سلام نفسي وفي هدوء نفسي. دي كانت نهاية حلقتنا، أتمنى إن هي تكون عجبتكم، وأتمنى إن أنا أكون اتكلمت في موضوع يعني يلمسكم أوي أو يلمس المشاكل اللي حوالينا، لإن بجد الشخصية النرجسية دي حاجة من الحاجات اللي أنا نفسي إن هي تختفي في الحياة. إن شاء الله استنوا الحلقة الجاية من بودكاست ما ترسيني.